الضوء خضر، ولكن علاش ما كيتحرك حتى واحد؟ اكيد سبق ليك عشت هذا الموقف. الضوء كيولي احمر، اول سياره كتوقف، ولكن كتوقف من بعد خط الوقوف، وكتولي واقفه مباشره تحت الضوء. شنو كيوقع من بعد؟ مني الضوء كيرجع خضر، السائق ما كيبقاش كيشوفو حيت راه واقف تحته، كيبقى واقف بلا ما يتحرك. الناس اللي وراه كيبداو يكلاكسونيو، شي واحد كيشير ليه بيديه باش يمشي. وفي هاد الثواني اللي ضاعت، حركه السير كتعطل، وفي بزاف ديال المرات غير شويه ديال الطوموبيلات كيدوزو، ومن بعد كيرجع الضوء احمر. والحل بسيط بزاف، مني توصل الضوء الأحمر وقف قبل خط الوقوف، وإذا ما كانش كاين وقف قبل ممر الراجلين. بهالطريقة غتبقى كتشوف الضوء قدامك، وأول ما يولي خضر غتنطلق مباشرة بلا كلاكسونات وبلا تأخير. احترام هذه القاعدة البسيطة كيساهم في تنظيم حركة السير، كيخفف الازدحام، وكيخلي السياقة أكثر راحة وأمان للجميع. السلامة الطرقية كتبدأ بتصرفات بسيطة، نصائح وتأمينات إفري.